السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وشفيعي سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. عملنا النهاردة بقى حلاوة المولد. يلا بقى هنعمل حلاوة المولد في البيت من غير تكاليف. ليه نجيب الكيلو ب200 300 جنيه واحنا نقدر نعمل كل الصينية دي كلها ب150 جنيه بس. وطبعا السكر في كل بيت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وكمان بصوا القطمة بتقرمش كمان، او يعني فاهمين قصدي، بتقرش كده في البق، مش طرية، مش بتمسك في السنان. بصوا عملنا سمسمية وحمصية وفولية. تمام، يعني اقل التكاليف. تعالوا بقى بينا هنشوف عملنا ايه، وهوريكم برضو حلاوة المولد عن قريب، يعني هوريكم الصينية قريبة اكتر من كده. تمام، بصوا بقى الصينية اهي. عملنا كل الصينية دي تيجي حوالي 3 كيلو او 2 كيلو ونص. انا ما وزنتهاش، بس زي ما انتم شايفين كده الصينية دي حجمها كبير. عملت كل الكمية دي بربع كيلو من السمسم، وربع كيلو من الفول السوداني المقشر، وربع كيلو من الحمص. دي بقى مقاديرنا: كوباية من المية، وكوباية من السكر، ورشة بيكنج صودا، ومعلقتين من نشا الجلوكوز، ورشة او معلقة مية ورد. معايا هنا بقى السمسم على النار، ده سمسم محمص جاهز. انا مش حاطاه يتحمص، انا حاطاه بس ايه، يدفى بس مش يسخن، عشان يطلع الرطوبة اللي فيه، عشان لو مركون يعني عند العطار. هنحط بقى كل السيرب كله على النار. هنحط مع كوباية المية مع كوباية السكر مع معلقتين النشا الجلوكوز، وهنقلب بقى ونسيبه على النار لحد ما يغلي. وهقول لكم برضو هنعمل ايه. حطيت بقى اهو زي ما انتم شايفين معلقه واحده بس تديني ريحه حلوه من ميه ورد. تمام، هنقلب بقى كل المكونات ونعلي النار لغايه ما تغلي. هنوطي النار. بصوا بقى هنا غلي وخدنا كده نقطه. بصوا نقطه السيرب او الشربات. بصوا بتعقد على وش الميه دي. كاسه فيها ميه عاديه من الحنفيه. لو الشربات جاهز معانا هيعوم على الوش، يعني اول ما ينزل الميه هيمسك على الوش كده ومش هيبوش، هيمسك وينشف. يبقى كده الشربات بتاعنا جاهز. حطيت بقى ايه بعد ما خد اللون الجولد كده وعملنا له تيست ومسك في الميه، حطينا نص معلقه بيكنج صودا. بتدي طراوه حلوه جدا للحلاوه، يعني بتخليها مظبوطه، ما بتخليهاش محطبه ولا بتخليها طريه، بتخليها مظبوطه. نص معلقه بس. هننزل بقى بالسمسم، واول ما ننزل بالسمسم في السكر هنطفي، مش هنسيب النار والعه. وبعدين كنا مجهزين صينيه مدهونه زيت، وحاطين في ارضيتها برضو كيس من اكياس السندوتشات، ونزلنا على طول بالسمسميه، وابتدينا نحط كيس على الوش برضو مدهون زيت. وهنبتدي بقى ان احنا ايه، نسوي فيه كده عشان ايه يطلع معانا الشرايح متساويه. خدوا بالكم ان السمسميه سخنه جدا، بس انت ايه يعني معلش بقى، لو عندك هراسه بطاطس مفيش مشكله، ممكن ايه تسوي بيها، وفي ساعتها كده على طول تقطعيها عشان هي هتمسك في بعضها على طول. وبكون معاكي صينيه تانية فرشه برضو فيها كيس مدهون زيت، طبعا لازم يكون زيت نضيف. وترصي عليها بقى ايه قطع السمسميه او قطع الحلاوه بتاعتك، على اساس انها ما تمسكش في بعضها يعني، وتسيبيها تنشف براحتها. هنيجي بقى للوصفه اللي بعدها. برضو نفس الكميات: كوبايه من الميه، كوبايه من السكر، معلقتين معلقتين سكر عسل جلوكوز، رشه ميه ورد. واول برضو ما غلي السيرب وابتدى يديني لون اصفر زي ما انتم شايفين لونه عامل ازاي، بقى لونه ايه سكري كده. انا مش عايزاه يغمق، انا عايزاه يبقى لونه اصفر بس. هنعمل له تيست. هناخد نقطه نحطها في كوبايه من الميه، النقطه هتمسك على الوش وتنشف، يبقى كده هو جاهز. هنحط نص معلقه من بيكنج صودا، وننزل بقى بايه، بالحمص. هنقلب تقليبه، وطبعا المعلقه اللي احنا بنقلب بيها برضو تكون مدهونه زيت، اي حاجه هنستخدمها تكون مدهونه زيت. اول ما نحط الحمص هنطفي النار، وبعدين نكون برضو مجهزين الصينيه، حاطين في ارضيتها كيس مدهون زيت، وبرضو الكيس اللي هنحطه على الوش يكون مدهون زيت. ونساوي بسرعه كده زي ما انتم شايفين. انا جبت القطاعه دي وابتديت ان انا اسوي بيها، وهقطع بيها برضو. بصوا بسوي بسرعه، وبعدين كده بقى ايه، ابتدي ان انا ايه احط ايدي كده ايه عشان تبقى كلها متساويه سوا بعض. بس برضو خدوا بالكم ان كل حاجه سخنه.
هنقطع برضو واحنا مضطرين ان احنا نقطعها وهي سخنة عشان هتمسك ومش هنعرف ايه نقطعها. سبتها انا كده قطعتها زي السمسمية بالظبط، وابتديت ان انا افردها عن بعضها، وابتديت ان انا افرش كيس برضو فوق السمسمية وارص الحمصية. عملت بنفس الطريقة ونفس الكميات الفول. عملنا برضو الفولية، وطبعا يا جماعة الكميات دي كلها ربع من السمسم، عليه كوباية من السكر، كوباية من المية، معلقتين من العسل الجلوكوز. برضو نفس الشيء، الفول ربع، الحمص ربع. بقى هنا بقى جينا لتقطيع الحمص. بص اسمها ايه دي يا جماعة؟ اسمها ايه؟ نسيت اسمها. الفولية. هنا بقى كنت خلصت وكانت الحلاوة بتاعتي نشفت. على فكرة يا جماعة متاخدش وقت خالص، بتنشف يعني في لحظة. بصوا بقى هنا هنا بقى كان تاني يوم، لان انا كنت بعمل الكلام ده بالليل. سبتها بقى يعني تاني يوم، بس هي كانت نشفت في ساعتها. جيت بقى هنا تاني يوم ابتديت ان انا اوريكم بقى ايه شكلها بعد ما جمعتها كده في صينيه واحده وشلت الاكياس اللي كانت في الفواصل. وبقى ده شكلها. بصوا شكلها حلو ازاي. ليه بقى نروح نجيب كيلو ب200 300 جنيه؟ والله يا جماعه الكيلو ب300 جنيه، وفي محلات فيها الكيلو ب500 جنيه. لكن انا عملت كل الكميه دي ب150 جنيه. جبت ربع سمسم ب40، وربع فول برضو ب40، وجبت كيس حمص 250 جرام ب20 جنيه. يعني التكاليف هتبقى اقل من 150 جنيه، بس انا حسبت بقى ايه بالعسل الجلوكوز والسكر وكل الكلام ده. كلفتني كل الكميه 3 كيلو ب150 جنيه، وما تعبتش فيها وما خدتش مني وقت. واعملي كل حاجتك في البيت وكمان هتبقى انضف. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين. ودي مرحله بقى البيت دي دوق. انا كل الصينيه دقتها كلها، يعني دقت كله بقى. مرحله البيت دي دوق. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.